ومرحبا بكم يا شباب في حلقة جديدة من تحديات أكل الديابة. المرة اللي فاتت كان معانا مطعم بيتزا هات وكان فيه عرض الدبل جامد. لو انت فاتتك الحلقة دي ارجع يا برنس على طول الحلقة اللي فاتت واتفرج على التحدي وتعالى كمل معانا. وزي ما معودينكم أول كل حلقة أكل الديابة، يعني الناس اللي بتحب الأكل، اللي بتحب الاختراعات الجديدة، بتحب العروض وبتحب يا معلم تاكل كده وانت بتتفرج علينا، تتسلى وتشوف تحدي كده مسلي مثير. المرة دي بقى يا معلم جايبين من فين؟ جايبين من مطعم اسمه اكشن بيتزا. اكشن بيتزا اول مطعم سوري في مصر يعمل كده بيتزاهات وحبشتكنات، هتشوفوها معانا في الحلقة. جبنا من المنيو بتاعته كل حاجة تقريبا، بس المرة دي التحدي هيبقى عامل ازاي؟ التحدي هيبقى عبارة عن اسحب تفوز. اسحب تفوز دي في وراها حوارات كتير. يعني ايه يا معلم؟ هيتعمل يا برنس، هتشوفوا معانا زي اطباق كده وفي كوبايه، والكوبايه دي هتسحب من الكوبايه هيطلع لك يا معلم اللي في الطبق وهتدوق اللي في الطبق. بس وانت بتدوق في بقى ايه الحته كده بتاعه التنافس، ان اللي بيدوق يا معلم احنا الاثنين هندوق، اللي بيدوق اللي هيسحب، يبقى ده معناه ان التاني بيسأله سؤال. لو انت عرفت تجاوب السؤال انت اللي هتاخد النقطة، لو انت معرفتش تجاوب البرنس التاني اللي هياخد النقطة. وطبعا اكتر واحد جايب نقط هو اللي هيبقى كسبان في التحدي. التحدي اللي فات البرنس اكتسحني وكان ناوي ان هو يخلص عليا، وفعلا كان قد التحدي وكسبني. تعال بقى نشوف هل التحدي ده هقدر ابي باك واكسب تاني، ولا البرنس هيكمل مسيرة انتصاراته. ننزل بقى بالحبشتكنات اللي احنا جايبينها. تعال بقى نشوف ايه الحاجات اللي احنا جايبينها من اكشن بيتزا. في معانا سلطة، عيش تومية بالبوبروني، بيتزا تشيكن باربيكيو واطرافها المحشية هوت دوج، والاختراع معانا في الحلقة دي البيتزا يا معلم البرجر اللي هي مفروض جامدة من الاخر. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. وفي ايتم معانا مفاجأة في اخر الحلقة، استنى بقى يا معلم عشان تعرف ايه هو. يلا بينا بقى نبتدي ونشوف الجيم المرة دي مين اللي هيكسب. مين بقى اللي هيسحب الاول؟ انت يا معلم اللي كسبت التحدي اللي فات، فانت اللي تحدد مين فينا اللي يبتدي الاول. محمد اللي يبتدي الاول. خلاص انا بقى هبتدي، وده معناه ان انا هسحب من الكوبايه دي خيط، والحاجه اللي هتتسحب معايا هي دي الحاجه اللي هتدوقها. وده معناه ان البرنس هيبقى عليه الدور انه يسالني سؤال او يعمل لي عقاب او تحدي. لو انا ما عرفتش اجاوب هياخد هو النقطه، وانا لو عرفت اجاوب هاخد انا النقطه. عامل كده يا معلم، واختار حازي بازي واحد من الخيوط دي. سحب السلطه وطلعت السلطه. وده معناه يا برنجي ان احنا هنفتح السلطه وانت هتدوق معايا عشان برضو نقول للناس التقييم. بس قبل ما تدوق وقبل ما نشوف ايه الكلام، ايه بقى حكمك وايه سؤالك عشان نشوف اذا كنت هعرف اجاوب ولا لا. قولها 3 مرات. خشبتنا متخشبه 3 خشبات. قولها 3 مرات. خشبتنا متخشبه 5 خشبات. غلط، دي واحده غلط. امال انت قلت ايه؟ 3 خشبات. 3 خشبات؟ لا استنى يا عم ما ابتديش. قول. خشبتنا اتخشبت 3 خشبات، خشبتنا اتخشبت 3 خشبات، خشبتنا اتخشبت 3 خشبات. 3 مرات وصح. يبقى انا كده خدت النقطه وانت فوتت على نفسك الفرصه. تعالى بقى ندوق نشوف السلطه دي ايه. تحب تقلبها ولا ندوس كده؟ دبن على طول. السلطه تشيكن سيزر ده ايتم من الايتمز اللي موجود عندهم في الصيدات، وعندهم طبعا سلطات كتير. ثمن السلطه دي 64. دب بقى يا معلم زي ما احنا شايفين، فيها فراخ، فيها طماطم، وفيها خس. انا مش شايف غير عيش، لازم تعمل عيش وخس. انت محتاج تقلب. فيها فراخ؟ اللي انت بتصطاد ده فراخ، بصراحه فراخ حلوه ومليانه سلطه، والمايونيز ظريف، عامل طعم كده وجو حلو. الخضار اللي موجود في السلطه سواء كانت طماطم او الخس، تحس ان هم فعلا طازه. طعم الفراخ حلو، والكومبو بتاع العيش تحس ان هي اصلا سلطه معموله طازه. لو انت ليك في السلطات وبتحب تجرب السلطات، السلطه طبعا تشيكن سيزر جامده، سعرها كويس، الكميه اللي موجوده دش حلوه، الكومبو اللي هم عاملينه جوه السلطه ظريف ويستاهل ان انت تجربه. وبصراحه انا شايف ان دي تستاهل تقييم عالي جدا كمان، مش عالي بس هي حلوه جدا. شايف ان هي بجداره تستحق 8 من 10. فريش وكواليتي وكمان كميه. بصراحه تدعوم فيها الوقت. دور انا بقى. دوس يا معلم، انت عليك الدور. امسك الكوبايه السحريه واسحب الخيط وشوف المره دي هنجرب ايه. نجرب ده. الدور على البيبروني. تاني ايتم معانا هو الخبز التوميه البيبروني، وده بيجي 4 قطع وثمنه 38 جنيه. تعال بقى ندوق، وبما انك انت اللي سحبت يبقى انا اللي هقول لك الحكم المره دي. افكر له في ايه يا شباب؟ افكر له في ايه؟ حكم ليك يا معلم ان
انت الحته بتاعه البيبروني دي تزلطها كده، بص على قطه واحده مره واحده. ماشي هجرب، هي صعبه بس جرب كده ونشوف، وانا هدوق كده معاكم يا شباب ونشوف الطعم. انت قطمت، حط يا معلم كده، انت خسرت. ما لقيتش مكان جوه. انت خسرت وانا اخدت تاني نقطه على التوالي، كده بقيت 2 وانت 0. تعالى بقى نستطعم التوميه ونشوف. هي عليها جبنه طبعا، عليها عيش بروني ومحطوط على البيبروني، يعني حاجه كده زي كمون خفيف. طعم الجبنه حلو والعيش يا معلم طعمه ظريف، بس انا حاسس بطعم الروزماري. العيش طعمه حلو، ما تحسش ان هو معجن. الجبنه طعمها تحفه والبيبروني طعمه ظريف. هي يعني كسناكس حلوه، يمكن بالنسبه لي حتى احسن من الخبز بالثوم بتاع بيتزا هات بكتير يعني. فهو لحد دلوقتي جوده الاكل بتاع اكشن بيتزا تمام، بس هي عاديه. السلطه بصراحه كانت واو عن التوميه، فدي ممكن تاخد تقييم 5 من 10 متوسطه، لا جامده قوي ولا وحشه يعني، بين البنين. انا عن نفسي متمزج بصراحه. انت بتتكلم جد؟ انت لحد دلوقتي يا معلم 0-0، بص مفيش حاسب في ايه؟ فانت حاول تشد حيلك كده شويه. انا اللي عليا الدور نمسك الكوبايه السحريه ونسحب يا معلم ايه، حازي بازي يويو حزبازيو. هوبا. دي يا شباب البيتزا برجر، ومفروض ده الاختراع معانا في الحلقه دي، عشان كده احنا جبنا من اكشن بيتزا. دي تمنها 210، هي غاليه شويه بس مفروض ان هي مليانه حاجات كتير وفي حبشتكنات. تعالى نفتح البيتزا ونشوف بقى فيها ايه. بس انت نسيت، المفروض انت بقى اللي تسال. انا لحد دلوقتي 2-0، حاول بقى تزنقني عشان تاخد مني نقطه. احنا اكلنا ايه من 3-4 ايام؟ لا يا معلم انت كده زنقتني، انا اصلا مش فاكر انا اكلت ايه امبارح. تقوم تقول لي من 3-4 ايام؟ يعني انا ممكن اقول لك مثلا ان احنا اكلنا امبارح عدس، وكان جامد عدس كده اللي هو الكشري بتاع البيت، وخلي بالك اللي هو بيبقى رز بيضه ورز مش عارف ايه ده وعليه عدس. لكن من 3 ايام ده مستحيل ان انا افتكر. كده انا خدت نقطه. طب مش تقول لي انا استنى بس قبل ما لا انا خدت النقطه. لا قول لي بقى، انا عايز اعرف. انا دلوقتي عايز اعرف احنا اكلنا ايه. اكلنا رز وفراخ. رز وفراخ وكفته وورق عنب كمان. كل ده. تعالى بقى ندوق ونشوف الاختراع ده اصلا يا معلم ما يتمسكش. هو بيتمسك ازاي بس؟ ولو فتحنا كده هو عامل زي البرجر بالظبط يا شباب، زي ما انتم شايفين. فعلا في جواه برجر من فوق، تحس ان هو بيتزا عليه بيبروني، وفي طبقه موتزاريلا على البيتزا من فوق، واللاير اللي تحت عليها زي صوص الباربيكيو، وفي بطاطس ومشروم، وفي مايونيز، وفي حاجات كتير في حاجات في الخلطه جوه. في حاجات كتير في البيتزا برجر. تعالى بقى ناخد القطه المتينه ونشوف طعمها عامل ازاي. بس ما اعرفش ليه حاسس البيبروني احلى. التشيكن التشيكن طبعا طعم الخبز في البيبروني احلى. البرودي تقصد اللي هي قطع السلايسز. ايوه يعني هي نفس المفروض الطعم، بس صوص الباربيكيو باين. طعم البرجر مش باين قوي طبعا، لان انت عندك 2 بيتزا فوق واحده تحت، فتحس انه ايه، عيش في عيش. بس هو اختراع جامد جدا. ده غير ان انا خدت بالي كمان ان في على البرجر سلايسايه كده ايه، تركي. البرجر يا معلم بيتزا في كل حاجه، في تركي وفي برجر وفي بيتزا من فوق محطوط عليها مارجريتا، وبيتزا من تحت مارجريتا برضو محطوط عليها باربيكيو صوص وحبه بطاطس كده على الوش خفاف في الوسط مع حبه مشروم. فانت لو من الناس اللي بتحب حاجات كتير جوه البيتزا بتاعتك، هيبقى بالنسبه لك ده اختراع جامد. انا عن نفسي برشح لك الساندوتش ده جدا. هم الساندوتش بقى هو بيتزا برجر. لا بس بصراحه كيفني الكومبو بتاع التركي مع الباربيكيو صوص مع البرجر في الوسط كده ما بينهم تحفه. فالاختراع ده يخش بجداره، يعني يعتبر 9 من 10. حلو، يطلع من الحاجات اللي المفروض تبقى اوفر ريتد، يعني المفروض يبقى تقييمها عالي. السكور قرب، بقيت انا 2 هو 1. بنفكركم يا شباب وانتوا قاعدين تتفرجوا معانا، لو انت من الناس اللي بتحب الاكل والاختراعات والمطاعم والريفيوهات، لازم تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تتفرج وتعرف تتابع معانا على كل جديد. وما تنساش عزيزي المشاهد ان انت تكتب لنا في الكومنتات ايه الحاجات اللي انت حابه او انت حابه ان انت تشوفيها في التحديات اللي جايه. وبكده يبقى المنافسه اشتدت ما بين السابونه والليفه، والبرنس عليه الدور انه اسحب وورينا هتسحب ايه من دول. ده في خازوق هنا، سحب الخازوق. خد بس تعالى الحق اللي بيقع منك ده. الخازوق ده معناه ايه؟ الخازوق ده معناه ان انت تفتح لك واحد وتمصمصه. لا يا عم انت اللي تمصمص، انت اللي سحبت. ليه؟ مش عايز تاكل معايا؟ همصمص معاك؟ مش احنا بنعمل كل حاجه مع بعض. يلا مصمص معايا. وبعدين طب انا هسالك، طب بما اننا بقى هنمصمص المفروض كل واحد ياخد باكو. خد بالك بس. طب يعني انت عملت لنا خازوق ولبستنا احنا الاثنين؟ لا عايز تاخد اخدان لوحدي ما فيش مشاكل. لا يا معلم، حكمك يا برنس. بما انك بقى لبستنا احنا الاثنين باكوهات كاتشب فاضيه، المفروض انها جايه مع الاوردر ده، غير الصوص اللي هو المفروض كان كمان موجود واحنا عايزين نبقى نجربه. بس انا مش عارف هو ده حلو ولا ده حلو. هنعرف دلوقتي هو حلو
ولا حادق. ده معناه ان انا هضطر اكل الباكو ده عشان ما البسش النقطه، بس في نفس الوقت هضطر اسال حضرتك سؤال، هو احكم عليك بحاجه. اسال او احكم، مش فارقه. بما انك بتصور معايا يا معلم كل حلقه، واكيد فاكر احنا بنعمل ايه كل تحدي، تقدر تقول لي التحدي قبل اللي فات، وخلي بالك يعني مش اللي فات ده، لا اللي قبليه، جبنا من فين؟ ومين اللي كسب التحدي؟ شام ورما واللي كسب التحدي محمد. صح. ذاكرتي كمبيوتر. ذاكرتك طلعت اقوى من ذاكرتي بكتير. كده يا معلم يبقى 2-2 صح كده؟ بقينا متعادلين. 2-2 كده بقينا متعادلين. مش عارف افتح الكاتشب وتيجي ايه؟ بتاع عقاب ده يا كوتش، عقاب في الوسط. انا عن نفسي من الناس اللي بتحب تمصمص الكاتشب. يح الكاتش طعمه مزز. طيب كده انا اللي عليا الدور اسحب صح؟ هو مفيش غير الطبق اللي معاك. تعال الكوتش نشوف بقى ايه بقى ده. عليه باربيكيو صوص وفي حاجات محشيه هوت دوج. دي يا شباب البيتزا الامريكان الباربيكيو تشيكن اللي المفروض اطرافها هو بيسالك انت عايزها ايه، سواء كان موتزاريلا او هوت دوج او كمان او جبنه كيري، فهو بيسالك انت عايز ايه، ودي بيبقى حجمها لارج وثمنها 165 جنيه. تعال بقى ندوق ونشوف الاختراع ده مكانه فين في الحاجات اللي احنا جربناها، وخد بالك لسه في اكتشاف في الاخر لسه ما جربناه، ما شفناهوش. طب ممكن نفتح الصوص ده ونجربه على البيتزا دي؟ تعال نشوف صحيح الصوص ده حادق ولا ايه، بس عايزين الاول نشوف. هو انا بيتهيألي ان هو حاجه توم حاجه فيها توم. حاسسها حاجه مسكره. مسكر؟ لا طلع حادق. شوف انا فزت. حط. امال يا اسطى الاحمر اللي على الوش ده ايه؟ دي المفروض انها توميه. ما قلت لك. بس ايه التوميه اللي عليها ده؟ ايه الاحمر ده يا سيدي تاخد بقى من القطعه دي كده. تعالى بس البيتزا ما بتحطش عليها توميه، يعني الكلام ده لو شاورما. بصوا يا جماعه، بتاخدوا البايتس دي اللي فيها الهوت دوج ممكن والديب ان في الصوص كده وبالهنا والشفا. حلو الاختراع ده، انا هعمل زيك. نجيب يا معلم المايونيز مع الهوت دوج مع عيش البيتزا وناخد هضمه كده. حلو الاختراع، بتدي طعم، بس الباربيكيو مش مستاهل، يعني ما فيهاش طعم البيتزا لانها هتبوظ طعمها. بالظبط، احنا بس بناخد البايتس اللي ورا نعمل بيها كده، بس هو بصراحه الصوص حلو، احنا الصوص عاجبني. طب وايه رايك في البيتزا؟ لسه ما جربتهاش، هخلص بس البايتس الاول. انا شايف ان هي محشيه فراخ من جوه، يعني البيتزا نفسها من جوه مش فاضيه، وده واضح ان هو ده الفرق ما بين البيتزا الامريكان والبيتزا الايطاليان. ده غير ان هي غرقانه بصراحه باربيكيو صوص، طعم العيش بتاعها جامد، والبايتس الاطراف محشيه. يعني بصراحه البيتزا لارج تستاهل السعر. فانت لو بتتفرج معانا من اول حلقه كده عرفت لو انت بتحب السلطات هتجرب ايه، لو بتحب يا معلم السايد ايتمز، لو بتحب الحاجات اللي فيها حبشتكنات كتير، لو في بيتزا طبعا معينه بتجربهم، عندهم انواع بيتزات كتير احنا لسه ما جربناهاش، بس طبعا زي ما انتم عارفين لو انت متابع معانا من زمان في الحلقات اللي فاتت ان من الحاجات المفضله بالنسبه لنا الباربيكيو صوص مع الفراخ بيبقى طعمها يا برنجي تحفه. قول لنا بقى ايه الكلام بما انك ابتديت تقرقش كده في الباربيكيو. بصراحه انا بجد مستمتع جدا، الحاجات بتاعتهم تحفه، الحشو بتاعهم مليان، انا مش مصدق بس ان ده مطعم زي ده موجود في مصر، دي عامله لي انبهار لوحده. السوريين غازوا يا معلم السوق، بس بصراحه انا بشجعهم ان بيعملوا حاجات فعلا جامده، بيتقنوا حاجاتهم، بيتقنوا المهنه. الجوده بتاعه المطعم جامده، واستنانا في اخر الحلقه هنقول لكم تقييم المطعم كام. الاختراع ده بقى يا كوتش شايف ان هو يستاهل 8 من 10 وبجدارة، خصوصا البايتس اللي مع الصوص ده تحفه. وتختار بقى انت عايزها محشيه هوت دوج ولا مايونيز ولا كيري، انت بقى وايه الحاجه اللي انت بتفضلها. في موتزاريلا، في موتزاريلا، في كل حاجه. لو منكم يا شباب اختارها على طول محشيه موتزاريلا. نقول لهم بقى لا نقول لهم على المفاجاه. المفاجاه لسه، نقول لهم على المفاجاه. المفاجاه اللي كانت معانا ومخبينها لكم وما رضيناش نوريها لكم من اول الحلقه، ودي يا برنجي خصيصا للبنات. انا عارفكم يا بنات بتحبوا الشوكولاتات والحاجات والاختراعات، والشباب برضه بس البنات اكتر. حاجه كده يا معلم، ما تيجي نشوف. يلا بينا. بيتزا ميكس ما بين النوتيلا وما بين اللوتس، اختراع مفروض ان هو جامد. فتعال نشوف، هي شكلها لذيذ، يعني الفكره على الورق زي ما بيقولوا حلوه، لكن تعال ندوق ونشوف. بس في مشكله يا معلم، دلوقتي احنا المفروض متعادلين وعايزين نشوف مين اللي هيكسب. هنحدد النقطه الحاسمه ازاي؟ الفكره يا جماعه ان احنا هنعمل طبقين وطبقين فوق بعض، اللي يسحب الطبقين الكويسين مع بعض اللي فيهم البتاعه يفوز، اللي يسحب الفاضي يبقى هو. مين اخر واحد سحب؟ واخر واحد سحب حضرتك، يبقى انت المفروض اللي عليك الدور ان انت تسحب. بالظبط. فانت لو سحبت يا معلم اللوتس هيبقى انت اللي كسبان، لو سحبت ده فاضي هيبقى انا اللي كسبان. انزل يا معلم بالدرام رول.
يلا نجهز الفخ اهو. الطبقين زي ما انتم شايفين يا شباب، في طبق جواه الشوكولاته والنوتيلا وطبق تاني فاضي، مش فارق اذا كنا احنا عارفين اهني طبق فيه ايه، لان المفروض الكوبايه فيها 4 شرايط وانت مش عارف اهني خيط بيشد اهني كوبايه زي ما انتم شايفين 4، فانت من ال4 دول هتسحب واحد. تمام، اسحب بقى كده واحد. خلاص اخر قرار، سحب الشوكولاته والنوتيلا يا شباب الخلبوس، وحافظ على نتيجه فوزه في الحلقه اللي فاتت، وبكده تستمر مسيره 3-2. تعال نشوف. حشخ مرق. تعال نشوف الاختراع ده الحجم السمول من النوتيلا ميكس وثمنها 65 جنيه. زي ما انت شايف النوتيلا عباره عن شوكولاته ومحطوط عليها بار، المفروض ان هي كيت كات، واللوتس محطوط طبعا عليها بسكوت اللوتس، معظم الناس المفروض عارفاه خصوصا الناس اللي بيحبوا الحلويات. فتعالى بقى نشوف، تحب بقى تدوق الشوكولاته ولا اللوتس الاول؟ انا عن نفسي بحب الشوكولاته وانا هدوق معاك. تعالى ندوق الاول الشوكولاته بما انك انت اللي كسبان. انا بقى اللي عليها الصباع، خد اللي عليها الكيت كات دي وانا هدوق ايه الصغننه دي. النوتيلا طعمها حلو بس يظل عيش البيتزا ما تنفعش مع الشوكولاته. يعني هي النوتيلا طعمها حلو لكن يا معلم عيش البيتزا مع الشوكولاته ما يركبوش. احنا جربنا الاختراع ده من كذا مطعم قبل كده، بس يمكن المطاعم التانية كانت فاشله في ان هي تعمل حتى النوتيلا حلو. هم كانوا شاطرين في ان هم يخلوا طعم الشوكولاته جامد، واضح ان هم حاطين حاجه جودتها كويسه، خصوصا ان برضه سعرها 65 عالي مش قليل. لكن شوكولاته وعيش البيتزا دازنت ميكس. قبل ما نقول لهم اي تقييمات تعال نشوف كمان الدوسه. انت حسيت بتعمل سينون ولا لا؟ هوبا اخبط بقى اللوتس. وعزيزي المشاهد اللي متابعنا لحد دلوقتي، اللوتس من الحاجات الجامده، وهم حاطين كمان على النوتس حاطين عليها سينامون، فهو المفروض يخليها مسكره اكتر. طبعا الحاجات دي مش للناس اللي عندها سكر. برضه طعم اللوتس حلو والسينامون مديها نكهه مع ايه الحته كده البسكوت اللي على الوش. يعني هي بصراحه جودتها عاليه بس مش كحلويات واو. حوار البيتزا ده خسف بيها الارض. البيتزا عجينه البيتزا هي اللي مبوظها خالص. فهي كجوده الاختراع بتاع الميكس جامد، حاجه تستاهل ان انت تجربها لو انت بتحب الحاجات الحلوه. جبت مثلا من اكشن بيتزا وعايز تجرب النص ونص، وعندهم طبعا نوتيلا وعندهم اللوتس وعندهم النص ونص. لكن زي ما قلت لك احنا بالنسبه لنا طعم العجينه بتاعت البيتزا ده مبوظها. فانا شايف ان احنا ممكن نديها 6 من 10، هبابه فوق المتوسط. غير بصراحه ان انا حاسس ان هي 65 على بيتزايه وسط محطوط عليها شوكولاته ونوتيلا، يعني زياده اوفر شويه. شوكولاته نوتيلا ولوتس وهي اوفر شويه. وبكده عزيزي المشاهد الريفيو بتاع اكشن بيتزا شايف ان جودته كانت عاليه جدا، الاكل كان ممتاز. يمكن النوتيلا واللوتس اللي في الاخر طعم العجينه مش راكب، بس جوده المطعم على بعضيها تستاهل 7 من 10. الريفيو كان جامد. يا رب تكون الحلقه دي عجبتكم والتحدي يكون عجبكم وتسليتوا وانتوا بتتفرجوا معانا. لو انت جديد ما تنساش تعمل سبسكرايب وتكتب لنا في الكومنتات او تكتب لنا في الكومنتات ايه الحاجات اللي انت شفتيها أو في المطاعم وتكتبها لنا، وممكن باحتمال كبير نجربها في الحلقه الجايه. يلا بينا نشوفكم في حلقه جديده من تحديات اكل الديابه. بيس.